ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده مع بعض صينيه البروتين. اللي قدامكم دي صينيه جامده جدا وكلها فوائد عاليه قوي، وباذن الله بحاجات سهله وبسيطه موجوده عندك في البيت. في الاول كده انا معايا كده طاسه او صينيه فيها شويه من الزيت كده وسخنتهم على النار. هنزل بيهم، معايا بصلتين مقطعاهم مكعبات صغير كده، هنزل بيهم لما الزيت يسخن. هنزل بالبصل وهفضل اشوح في البصل. انا مش هديله لون، انا بس عايزه البصل يدبل معانا. طبعا طول ما انت واقفه كده خليكي ايدك في البصل على طول علشان ما يتلهفش او يتحرق. احنا عايزينه يدبل بس. كده خلاص البصل. انا شايفه ان هو كده دبل معانا خلاص. هجيب بقى ايه تاني؟ معايا عصير طماطم. هنزل بعصير الطماطم كده على البصل، وهقلب البصل مع الطماطم. تعالي بقى عندي البهارات اللي انا هحطها. انا مش هحط اي بهارات خالص غير فلفل اسمر وملح، شويه كده من الفلفل الاسمر وشويه من الملح بس كده. حابه انت تضيفي اي بهار تاني مفيش مشكله براحتك، بس انا هنا ما استخدمتش غير الفلفل الاسمر والملح. طبعا وهقلب. والخطوة الجاية بقى هي حاجة بقى، يعني انت ممكن تقولي هي بتعمل ايه، بس بصراحة هي دي الصينية اللي كانوا الناس بتاع زمان اجدادنا بيعملوها. ده رز محشي. انا كنت طبعا حاشية النهاردة اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا كنت حاشية وقلت اشيل الثلاث معالق رز دول على جنب. طبعا انت مش حابة تحطي رز، حطي لحمة مفرومة. مش عايزة تحطي لحمة مفرومة ولا رز، ما تحطيش حاجة خالص، سيبيها زي ما هي كده. طبعا الرز استوى معانا، انا قلبته في الطماطم والبصل كويس واستوى معانا. معايا بقى فلفلايه كبيره. الفلفلايه دي فلفلايه بارده. هقلب. طبعا انا ما حطيتش الفلفل اللي في الاول مع البصل عشان انا مش عايزه الفلفل يدبل، انا عايزاه يفضل لونه كده وريحته كده زي ما هو كده في قلب الحاجه، مش عايزاه يدبل معانا. طبعا انا هنا معايا 6 بيضات. طبعا ممكن انت تزودي البيض 7 8 10، تقللي براحتك بس ما تقلليش عن 5. انا معايا هنا 6 بيضات. هجيب شوكة كده وابتدي ان انا ارب البيض ده كويس جدا. زي ما انا قلت، لو انت مش حابة انت تحطي شوية الرز اللي انا حطيتهم دول انا شلتهم وانا بحشي. شلتهم على جنب علشان احطهم في الوصفة دي. لو انت مش حابة ممكن لحمة مفرومة، ما انتش حابة لحمة مفرومة ولا رز ما تحطيش خالص، مفيش مشكلة. بس الصينية دي بصراحة كان طعمها خيال خيال خيال. بصراحة كان طعمها جميل جدا. انا هنا خلاص بعد الرز ما استوى وحطيت الفلفل، معايا كزبرة خضرة يعني مقطعها برضو كده، ورحت نازلة عليها ومقلباها. انا برضو حطيت الكزبرة في الاخر. ليه؟ عشان انا مش عايزة الكزبرة تدبل ولا اي حاجة خالص، انا عايزاها تفضل بريحتها كده ولونها سليمة او صحيحة معايا كده متقطعة، بس انا عايزاها تفضل فريش كده، الخضار بتاعها مش عايزاه يدبل. خلاص انا بعد كده نزلت بقى بالبيض بعد الرز طبعا ما استوى، وقلبت كل الكلام ده كده مع بعضه. نزلت بالبيض وهقلب بالبيض في قلب الطماطم والفلفل والكزبرة والبصل. هنزل بالبيض عليهم وهقلب كده كويس طبعا، وهدي النار تبقى وسط وقلبي بقى. طبعا هو بيستوي معانا على طول، هو ما بياخدش وقت لان الرز مستوي قبل كده، فهو البيض هيستوي معانا مش هياخد وقت. خلاص هي كده خلاص استوت معانا، دقيقتين بس كده وهطفي النار عليها. ايه رايك بقى في الصينيه العظمه دي؟ الصينيه دي كنا ايام زمان اجدادنا اللي كانوا بيعملوا الصينيه دي كلها بروتين، اللي بيض فيه فوائد. البصل برضو والفلفل والخضره كل اللي انا حطيته فيه فايده،
وطعمها حلو قوي ولذيذة جدا وسهلة وبسيطة. هتقدري تعمليها لأحلى سحور، انا عملتها على السحور، هتقدري تعمليها للسحور. واقتصادية جدا يعني، يا دوبك بس تمن تكلفة البيض. وطبعا وانتي بتعملي السلطة كده تقدري تشيلي عودين من الكزبرة. يعني انا مش عايزة اكلف عليكي اكتر، مش عايزاكي تحسي ان هي مكلفة. يعني يا دوبك انت هتجيبي البيض، وزي ما انا قلت انتي ما تقلليش عن 5 بيضات. انا حاطة 6، ممكن تحطي بس 5 او تزودي لما العشرة براحتك. طبعا كل ما تزودي في البيض كل ما تبقى اطعم واحلى. طريقة سهلة وبسيطة جدا، مخدتش وقت، يا دوبك 10 دقايق كنت مخلصاها. جميلة وسهلة وبسيطة وطعمها لذيذ جدا، وموفرة جدا واقتصادية، وكلتها بروتين. يا ريت بقى لو الوصفة عجبتك اعملي اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين.